عقلك بيتبرمج من اللي بتشوفه يومياً. انت مش بتعيش يومك بس، انت بتتكون منه. كل صورة، كل فيديو، كل كلمة، كل مشهد بيسيب أثر جوه عقلك حتى لو انت مش واخد بالك. العقل البشري بيتعلم بالتكرار. يعني لو كل يوم بتشوف خوف هتبدأ تقلق بدون سبب، ولو كل يوم بتشوف مقارنة هتحس إنك أقل من الناس، ولو كل يوم بتغذي عقلك بضوضاء هتنسى يعني إيه هدوء. المشكلة إن أغلب الناس فاكرة إنها بتتفرج بس، لكن الحقيقة إن كل حاجة بتشوفها بتدخل جواك. المحتوى مش بيعدي عليك مرور الكرام، ده بيشكل أفكارك، مشاعرك، حتى نظرتك لنفسك. عشان كده راجع اللي بتسمعه واللي بتشوفه واللي بتدخله لعقلك كل يوم، لأن أخطر حاجة ممكن تحصل للإنسان إنه يسيب حد تاني يبرمج عقله وهو فاكر إنه حر.